السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. عارفه راه شخصي راني كنغبر عليكم وكتصاعيا وما تكتبوا لي في التعليقات رشيده وما تغبريش حتى لينا شي فيديو داكشي، ولكن اختي انا والو، الراس ديالي ما كيفهمش، المخ اللي عندي في الراس ما تيفهمش. كنتعطل دائما في اخر فيديو كنحط لكم كنقول لكم المره الجايه ما غاديش نتعطل، ولكن والو، انا صافي هنا عرفت راسي انني ما عنديش الكلمه، ولكن غير هادشي ديال الفيديوهات حاجات اخرين راه عندي الكلمه. المهم ما علينا، غادي ندير لكم اليوم واحد الوصفه زوينه بزاف خطيره كيراتين لي طبيعي بمكون واحد اللي هو بذور الكتان، اولا كما تنقولوا ليه حنا في المغرب زريعه الكتان. المهم اختي، انا عارفه راسي كنطول في المقدمه، وهاد المقدمه اختي ما عندها مت باش تفيدك في الحياه ديالك، بلا ما نبقى نقرقر بزاف. يلا نمشيو للوصفه. الوصفه حنا هنا غادي نطيبوا ولا شنو؟ المهم ما تديوش عليا، الا سمعتوا شي كلمه ماشي هي هذيك ديروا راسكم بحال ما سمعتوش اولا ما شفتوش. وقبل ما تنساوش تخلوا لي لايك وكومونتير مع سبسكرايب للقناه. ويلا ندوز كاس ديال بذور الكتان. انا غادي ندير جوج ديال الكيسان لانه انا شعري قوي وطويل. الا كنتو شعركم غير قصير هكا وخفيف تقدروا ديروا غير كاس واحد. انا بغيت ندير جوج كيسان باش تعطيني كميه ديال الجل اللي كثيره، باش يلا تقدني في شعري كامل. وغادي نزيد 3 الكيسان ديال الماء ثاني، وهاد الثالث. الطريقه ديال الاستعمال هي طريقه جدا سهله وبسيطه بلا تعقيدات بلا والو اختي. كيف ما شفتوا انا قلت لكم درت 3 الكيسان، قلت لكم عندي 3 الكيسان ديال الماء، ولكن لا، راني درت 4 ديال الكيسان، لانه ديما خص تكون الكميه ديال الماء اكثر من الكميه ديال بذور الكتان. المهم درتها على البوطه وخليتها هنا، يلا كي بدات كتغلى واحد شويه مازال غادي نخليها حتى تبقى كتغلى مزيان مزيان مزيان. عاد من بعد غادي نحيدها على العافيه. شوفوا هنا راها كانت صافي بدات كتغلى مزيان بحال بغات تفيض، وانا نحيدها. من بعد غادي نصفيه. بغيتو الى انا حيت هي كتكون سخونه بزاف ما تقدريش ديريها في الليبه وتصفيها، كتكون ما تقدريش تقيسها، كتكون الماء طايب غليان. فدرتها غير في هاد الشبيكه هادي وصفيتها بحال هكا بالمعلقه، ندير شويه ونزيد، ندير شويه ونزيد، ما نكثرش. بحال وحده الا كان عندي شي بول كبير، اما الا كان عندك بول صغير خليه غير ديريه شويه شويه باش ما يطيحش لك بزاف. شوفوا انا بغيتو يجيني هكذا ثقيل بزاف، انا اللي بغيتو يجيني ثقيل بزاف، اما نتوما تقدروا تخليوه يجيكم خفيف اكثر من هكذا، داكشي على حسابكم نتوما. ها هو اختي الجل ديالنا واجد، ودابا غادي نزيدوا عليه واحد المكون، وهذا المكون هو السر اختي في هذه الوصفه، انكم ديروا ليه اي نوع من الزيوت اللي عندكم، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، المهم اي نوع ديال الزيت عندكم. انا غادي ندير ليه زيت الزيتون، غادي ندير تقريبا معلقه. كنت كنصور وتقطع عليا الضوء، جاب الله عندي تليفون واحد اخر درت به الاضاءه حيت عندي الظلام هنايا. غادي نديرو معلقه ديال الزيت بركه، ها هي معلقه ديال الزيت، ونخلطوا هادشي مزيان. غير هو اختي نخلط بيدي لانه هادشي ديال المعلقه ما غاديش يسلكني. ياي عرفتوا كيعجبني اللعب في هاد، كيعجبني اللعب في شي حاجه بحال هكا. كنديرو في الجذوره ديال شعري هما الاولين، وعاد كنكمل شعري حيت كيجيني هكا ساهل. الا عندكم شي حد في الدار من الاحسن يعاونكم يفرق لكم شعركم ويدير لكم خصله بخصله هكا باش شعركم كامل كيعمر حتى من اللور. ولكن اختي بما انه انا غير بوحديتي في الدار فغادي نعتمد على راسي، هكا نبقى نفرق ونعمر الفراغات. الضوجه اخيرا، الضوجانه مشى عاوتاني الضو كيلعب معانا، ولكن هاني واخا يمشي انا اصلا عندي الفلاش ديالي. هاد الوصفه كتصلح اكثر للناس اللي عندهم تقصف وعندهم جفاف الشعر وعندهم الخشونه، شعرهم احرش وناشف وشعرهم ما كيطوالش. ناري اللي ما عندهم الشعر هم ما تيطوالش يديروا هاد الوصفه هادي، وكيمنع حتى القشره، وكيراتين اللي طبيعي، يعني شي حاجه اللي جايه من، عرفتوا، شي حاجه اللي جايه طبيعيه ما فيها لا مواد حفيظ لا حتى شي حاجه. ديروها وانتم مطمئنين ان هاد الوصفه هذه زوينه وتصلح لهاد المشاكل اللي قلت لكم، اللي عندهم تقصف، الجفاف، خشونه، عدم زياده في الطول والقشره. وعلى فكره راه كيدار حتى اللوجه، يعني
لانه فيه ماده الكولاجين كيدار الوجه للتجاعيد. باش اختي جبتي لي وجهك، شوف انايا طليت في وجهي ومعكس عنده وجه، طليت وجهي عنقي شعري كلشي ما خليت حتى شي حاجه. من بعد غادي نجمعوا شعرنا وغادي نخليوه واحد ساعه ديال المكانه تقريبا. انا صراحه كنت مشيت ضربتها بواحد نعيسه واحد نص ساعه، ومن بعد عاد غسلت شعري. ها هو اختي شعري من بعد ما غسلته ونشفته مزيان. شوفوا لي النتيجه، شوفوا لي اللمعه كي دايره ما شاء الله. طبعا البنات راه هذه الوصفه ما يمكنش ديروها من اول مره وتعطيكم النتيجه، راه خصكم ديروها وتداوموها. يا غير ملي كتكون مريض وكتمشي للطبيب كيعطيك الدواء ديال 3 شهور، كيقول لك الدواء خصك تشربو 3 شهور، ويا ربي يا ربي كتبرى. فالمهم ما علينا. لقيتوني انا غادي نخرج، درت شويه ديال المكياج غير فغاجو وعكر. غادي نصاوب شعري. انا ما غاديش نصاوب داك السليبه نيت، حيت انا ملي يلاه كندوز شعري كيكون منفوخ وما كيعجبنيش. داكشي علاش خاصني شوفوا تيكون منفوخ ما كيعجبنيش منفوخ. فانا شنو بغيت ندير ليه، بغيت نهبطو يعني نصاوبو ونخليه شويه يبرد شويه ميبقاش هكا منفوخ، وبغيت ندير ليه بابيليز شويه من تحت لانه غادي نخرج دابا عندي واحد العروسه وخاصني نمشي باش نصاوب ليها. غادي نفرق شعري بحال هكا. شوفوا انا عندي هاد السشوار هذا بابيليز ناري خطيره البنات، واعر واعر ديال بصح. غادي نقطع الصوت هنا لانه غادي يكون الصوت ديال السشوار ضجيج ما خدمش. صافي غادي نخدمو غير بحال هكا، يعني غير شويه تسرح ليا شويه ونكمل شعري كامل بحال هكا. ولكن شوفوا الفرق، شفتوا الفرق راه تطلق شويه. ما بغيتش انا نطلقو بزاف وما بغيتش نخليه هكا عاوتاني منفوخ بزاف. شوفوا دابا عاد قولوا لي واش الشعر ديال قبيله هو ديال دابا. شوف اختي دابا الشعر كيفاش مسرح على مزيناته ما شاء الله. دابا غادي ندير ليه بابيليز ببابيليز نيت، ودابا غادي نبوكلي شعري شويه غير من لي بوينت غير من تحت لتحت. بابيليز نيت هو نفس الماركه ديال السشوار اللي خدمت به بابيليز، وعندي البلاك من نفس الماركه بابيليز. يعني الا بغيتو تاخذوا شي حاجه ديال الشعر خذوا هذه الماركه بابيليز، راها زوينه. انا اكيد كاينه شي حاجه احسن من هذه الماركه، ولكن هذه راه زوينه ورخيصه شويه. المهم شويه صوبت شعري يا اختي. عرفتي شنو، واخا يكون اختي شعرك رطب بلا ما تثقي اختي في راسك بزاف لانه الشعر مصاوب. او ما هو غير واحد اختي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا شي مرات كنبقى كنقول ما شاء الله بزاف كنخاف نعين راسي. انا كيجاني اختي كيجاني واو عرفتي صوبت دغيا ما يمكنش اختي. او ما يمكنش بزاف. شكرا الحماق بدا كيجيني ما ديوش عليا. واقيلا خصني نصاوب هادو بوحديتهم لانه هادو اصلا ديجا عندي قصار. نبوكليهم ونرجع. شوفوا دابا جا مصاوب حدا وجهي مزيان. دابا اختي غادي ندير ليه واحد السيروم ديال شروق كوسميتيك، ندير منه غير شويه ناريه البنات. عرفتوا تهرق ليا منه تقريبا نسخف ما نكثرش بزاف. هذا السيروم كيخلي ريحه ديال العود زوينه وكيرطب كيعطي واحد اللمعان رائع. فيه واحد الريحه خطيره اختي ما بزاف. شوفوا انا ديما كندير ليه بحال هكا مزيان. اي سيروم كندير ليه بحال هكا مزيان عاد كنديرو على شعري. ومن كنديرو على شعري بحال هكا هكا غير كنهر شعري وصافي. اوكي تعطلت والسيد دابا غادي يجي يدوز عليا. الراجل ديال العروسه زوجها. الاضاءه عندي ماشي حتى لهيه حيت الحيط مورايا ماشي بيض، فالاضاءه عندي شويه ماشي حتى لهيه. نقدر نطلع للسطح نصور لكم. الفوائد ديال بذور الكتان هو انه تيغذي الشعر وتيعطيه واحد اللمعان، وفيه فيتامين بزاف ديال الفيتامينات منهم فيتامين او، وكيساعد على تطويل ديال الشعر وتيقضي على القشره كيف ما قلت لكم، وتيعطي واحد الرطوبه واحد اللمعان كيف ما كتشوفوا. صافي انا ساليت. شوفوا الشعر صراحه اختي فاش كيتصاوب كيولي كيبان واحد اخر ما كنعرفوش. المهم دابا انا ساليت مبقاش بزاف ديال الوقت ويجي السيد باش يديني. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. اذا عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك وكومونتير مع السبسكرايب في القناه. خليتكم على خير والسلام عليكم. باي.